كانت المحصله ح بتساوي ق واحد زائد ق اتنين، هو ايه الجديد؟ فين المعلومه يعني؟ طب ما اي محصله مجموع القوه، يعني المعلومه دي مالهاش لازمه، ما تفكرش انت تستفيد منها حاجه يعني. اللي هو بادئ بيها السؤال اعمل بيها ايه؟ ولا اي حاجه خالص. الفكره بقى في اللي جاي، وكان معيار ح بيساوي معيار ق واحد ناقص معيار ق اتنين. طب ما هو المعيار ده احنا بنكتبه ايه؟ ق واحد من غير علامه منتجه ناقص ق اتنين من غير علامه منتجه، وهنا المحصله معيار المحصله يعني ح. طب لما ح تبقى بتساوي الفرق بين القوتين، يبقى في الحاله دي بنسميها القيمه الصغرى للمحصله، وفي الحاله دي كمان الزاويه بتبقى كام؟ 180 درجه. يبقى ايه؟ بتساوي 180 اللي هي بالدائري كام؟ باي. طيب السؤال الثاني بيقول لك قياس الزاويه بين، سؤال لذيذ قوي ده. قياس الزاويه بين ق واحد ومحصله دولت، وركز قوي بقى مين هم؟ ق واحد زائد ق اتنين وق واحد ناقص ق اتنين. السؤال ده جميل جدا. اصلا دول مش قوتين ودول قوتين، لا دول على بعض كده قوه واحده، ق مثلا، ودي قوه كمان اسمها كاف، ولكن القوه ق وكاف دول دي عباره عن ق واحد زائد ق اتنين، ودي عباره عن ق واحد ناقص ق اتنين. طيب مش دي كده متجهات؟ صح؟ انا عاوز المحصله بتاعتهم، محصله المتجهات ايه؟ جمع على طول. يبقى انا عشان اجيب محصله دول اصلا المحصله عباره عن جمع القوتين، دي ق ودي ك، ايا كان شكلهم ايه ما تخضش. هجمع القوتين دول، فلما اجمع ق واحد زائد ق اتنين مع ق واحد ناقص ق اتنين، هتلاقي ق اتنين ايه؟ راحت، بقت ح تساوي 2 من المتجه ق واحد. واحنا واخدين قاعده في اولى ثانوي بتقول لك لما يبقى متجه بيساوي ثابت في متجه اخر، اذا المتجهان متوازيان، يبقى المتجه ده يوازي ده، يبقى ح يوازي ق واحد. وطالما في متجهين متوازيين يبقى الزاويه بينهم كام؟ صفر. اذا الزاويه بين ق واحد اهي ومحصله دول هي ح، الزاويه بينهم تساوي صفر. وصلت؟ تمام؟ عيد تاني؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك قوة مستوية مقاديرها 2 ق و3 ق و4 ق تؤثر في نقطة في اتجاهات موازية لأضلاع مثلث متساوي الأضلاع. حلو قوي، احنا خدناها كتير. أول حاجة نعمل مثلث متساوي الأضلاع. كل زاوية بكام يا راجل دوت؟ هو قاصدها عشان الزاوية تبقى ب 60. هنعتبر إن دي نقطة الأصل، ونرسم من هنا الشبكة بتاعتنا بالمنظر ده. طيب القوة بتاعتنا ماشية في ترتيب دوري واحد، واخدة أضلاع مثلث متساوي الأضلاع. يبقى أول قوة هنا هو 2 ق، اللي وراها على طول في الاتجاه الدوري 3 ق، واللي بعديها 4 ق. عشان أجيب المحصلة وزع الدنيا بقى، هخليهم كلهم خارجين من نقطة واحدة، ننقل دي على الموازي ليها. خلاص؟ يبقى دي كده مايلة هنا بزاوية كام؟ يبقى هننقلها كده اهو بالمنظر ده اللي هي 3 ق، وتميل هنا بزاويه كام؟ والغي ده خلاص. طيب القوه اللي هنا دي طالعه ولا نازله؟ نازله، يبقى خليها تمد على خط عملها كده. طيب كانت بتميل هنا بزاويه كام؟ 60، يبقى بالتقابل بالراس 60، والقوه مقدارها 4 ق. مين اللي اتلغى بقى خلاص؟ 4 ق هنا و3 ق هنا. كده الثلاث قوى بتوعك 2 ق و3 ق و4 ق كلهم خارجين منين؟ من نقطة واحدة. طيب القوة المايلة إيه؟ حللها. القوة ديت على القريب بالإيه؟ بالجاتا، والبعيد يبقى هنا 3 ق جاتا كام؟ 60، وهناك 3 ق جا 60 في ق، تمام؟ وهنا 4 ق جاتا 60 برضه، وهنا 4 ق جا 60. طبعا في ناس في الحته دي بتروح عامله جداول تكتب هنا القوه وهنا الزاويه بتاعتها، القوه والزاويه بتاعتها، بعد كده يروح ضارب في جاتا وفي جا. ما بنعملهاش كده، احنا بنحللها في الربع اللي احنا قاعدين فيه.
خلاص؟ ما تشغلش بالك بداية. واحد صاحبك قال لك انا عملتها كذا كذا كذا، انت عارف انا عملت كذا. طيب المهم جمع لي السينات وجمع لي الصفات. جمع السينات يلا كده. 2 ق دي زائد ولا ناقص؟ عشان في الناحية السالبة ناقص 3 ق جتا 60 ناقص 4 ق جتا 60. طب الصاد 3 ق جا 60 ناقص 4 ق جا 60. بس نطلع النواتج بتاعت س وصاد. اذا س 2 ق دي 3 على 2 دي 4 على 2 فيها الاثنين، يبقى 2 ناقص 2 خلصنا منها، يبقى لك سالب 3 ايه؟ سالب 3 على 2 ق. طب وعاوزين صاد؟ دي 3 جذر 3 على 2 ق ناقص 2 جذر 3 ق. اجمع لي دول او اطرحهم على الآلة كده. سالب جذر 3 على 2 ق خلاص. يبقى بقى عندك قيمة س وقيمة ص. كده المحصلة كمتجه عبارة عن سالب 3 على 2 ق وسالب جذر 3 على 2 ق. طب دي كده ربع كام؟ تالت عشان الإشارات إيه؟ سالبة. طب ما كده كده دايما القاف موجبة. موجب في سالب بسالب وموجب في سالب بسالب، خلاص؟ كده المحصلة بقت ربع تالت. هو طالب منك إيه؟ مقدار المحصلة؟ طيب مقدار المتجه أو معيار المتجه عبارة عن إيه؟ جذر س تربيع زائد ص تربيع. يبقى جذر كام؟ سالب 3 على 2 ق الكل تربيع زائد سالب جذر 3 على 2 ق الكل تربيع. إذا مقدار المحصلة بيساوي، طلع النواتج بقى بتاعت دي 3 على 2 تربيع يبقى 9 على 4 زائد الجذر هيروح يبقى 3 على 4 ق تربيع. اجمع فوق كده. خلي بالك الحاجات دي كلها يدوي، عشان كده انا بعملها واحده واحده بسبب وجود ق. انت متعود يجي لك ارقام هتطلعها على طول، انما طالما في ق هتضطر تقعد تجمعها حته حته وتفكها حته حته. خلاص؟ طيب المقامات متوحده 9 زائد 4 12 12 على 4 يبقى ده جذر 3 ق تربيع اللي هي كام؟ جذر 3 وجذر ق تربيع ق. اذا ديت المحصله. بعد ايه؟ بعد كل ده. طيب يقول لك مخروط قائم طول راسمه يساوي طول قطر قاعدته. الراسم بيساوي القطر. يعني لو رسمنا المخروط بالمنظر ده الراسم بتاعك ده بيساوي القطر. القطر ده عباره عن ايه؟ 2 نق. يبقى هنا 2 نق. لما ننزل ده كده ادي الارتفاع وهنا نق وهنا نق، صح كده؟ فإن مساحته الكلية، المساحة الكلية بتساوي ايه؟ باي نق في لام زائد نق. تعال نعوض بقى. ادي الباي نق زي ما هي، مفيش ارقام. مين اللي هيتغير؟ نشيل ونحط كام؟ 2 نق زائد نق 3 نق. 3 نق في نق ب3 نق تربيع باي او 3 باي نق تربيع. خلاص؟ مرة تاني؟ تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك قوتان متساويتان في المقدار. المحصلة 3. فاكر القانون بتاع القوتين متساويتان في المقدار؟ المحصلة بتساوي 2 ق جتا نص الزاوية دي على 2. طيب بيقول لك ان مقدار كل منهما، عاوزين مقدار كل منهما، يعني عاوز ق. المحصلة تساوي 3 والزاوية بينهما باي على 3. يعني ايه باي على 3؟ باي على 3 يعني 180 على 3 اللي هي 60 درجة. طيب يبقى هقول له 2 ق جتا دي 60. طب 60 على 2 30 جتا 30. ابتدي بقى شغلك اليدوي برضه. يا اما عشان تجيب ق على طول اقسم على 2 جتا 30. هنا وهنا 2 جتا 30 بالآلة على طول وطلع لي الناتج. يبقى إذا ق بتساوي 3 على 2 جتا 30. طلع بكام؟ جذر 3 تقريبا. جذر 3. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك هرم رباعي منتظم حجمه 400. يبقى انا معايا حجم الهرم رباعي منتظم 400 سم مكعب وارتفاعه 12 سم،
فإن المساحة الجانبية بتساوي كام؟ طيب لما تيجي كده إيه؟ يعني أنا معايا الحجم، هو حجم الهرم بيساوي إيه؟ طول مساحة القاعدة اللي هي طول الضلع في نفسه. في الارتفاع في عين، صح كده؟ طب الحجم ب 400 بيساوي تلت لن تربيع اللي هو ايه؟ طول الضلع بتاع القاعده مش معايا. في الارتفاع اللي هو كام؟ ب 12. طيب تلت ال 12 كام؟ 4. طب ما هنا 400 وهنا 4. نقسم على 4 بقى 100. لن تربيع بكام؟ ب 100. اذا لن بجذر 110. طيب لما اجي ارسم ولما يجي يشوف لي قانون مساحه جانبيه، المفروض المساحه الجانبيه نص محيط القاعده في الارتفاع الجانبي. ما انت لازم تكتب القانون عشان تعرف ايه ناقصك. محيط القاعده طول الضلع في 4، يبقى ادي نص طول الضلع في 4 س او 4 لام. 4 لام في الارتفاع الجانبي. طب فين الارتفاع الجانبي؟ بالظبط كده. انا معايا اهوت القاعده بتاعت الهرم بالمنظر ده، وادي هننزل ده بينزل فين؟ في المكان بتاع نقطه تلاقي القطرين بالمنظر ده. طيب وبنوصل دي بالمنتصف هنا، عشان ده كده بنسميه ارتفاع ايه؟ جانبي. ده ارتفاع ايه؟ وده واللي جوه ارتفاع عادي، وده ارتفاع جانبي. ده اللي احنا عاوزينه. وبنوصل دي عشان يتقفل عندنا مثلث ايه؟ قائم. ضلع القاعده ب 10، يبقى الجزء ده بكام؟ 5. طيب معايا الارتفاع ب 12. تعالى نجيب ده في صورس، هنحيله الارتفاع الجانبي جذر 12 تربيع زائد 5 تربيع 13 سم. جبنا الارتفاع الجانبي، عوض بقى هنا يبقى نص على الاثنين فيها الاثنين، يبقى 2 في طول الضلع اللي هو 10 في الارتفاع الجانبي اللي هو كام؟ ب 13. يعني كلها تعويضات من قدامك. 2 في 10 ب 20، 20 في 13 ب 260 سنتيمتر ايه؟ مربع. جميل؟ تاني؟ طيب بيقول لك قوتان مقدارهم 6 وقاف. 6 وايه؟ وقاف. يعني في قوه مجهوله اللي هي القوه الثانيه تؤثران في نقطه ماديه والزاويه بينهم 135. يعني ايه؟ ب 135 درجه. اذا كان خط عمل محصله يميل بزاويه 45 درجه على خط عمل القوه التي مقدارها قاف. دي القوه الاولى ولا الثانيه؟ يبقى انا معايا هي 2 صح كده؟ 45 درجه زاويه الميل على القوه الايه؟ الثانيه. فاكر القانون بتاع الزهره هي 2 قاف 1 جاي على قاف 2 زائد قاف 1 جتا ايه؟ اللي هنا بيبقى زيها هنا. قاف 1 جاي على جتا. خلاص؟ عشان ما ننساهوش. الظا اصلا عباره عن جا على ايه؟ على جتا. بنعلمها كده. لو عايز الزاويه مع القوه الثانيه يبقى نكتب هنا قاف 2. الزاويه مع القوه الاولى نكتب هنا قاف 1 ونعكس. قاف 2 يبقى هنا قاف 1، قاف 1 يبقى هنا قاف 2. خلاص؟ طب عوض كده. ظا اهي يعني ظا 45. ظا 45 1 بيساوي قاف 1 اللي هي القوه الاولى 6 جاي ايه؟ جاي 135 على قاف 2 اللي ما عرفهاش بقاف زائد قاف اللي هي ب 6 في جتا 135. طيب تعال نظبط الدنيا هنا. انت بقى كده عندك ايه؟ ممكن نعمل منصات. يبقى قاف زائد 6 جتا 135 هنا بتساوي 6 جا 135. طيب دي بجذر 2 على 2 سالب جذر 2 على 2. وهنا في 6 ممكن الكلام ده بالآلة على طول يبقى سالب 3 جذر 2. ودي 3 جذر 2 بعكس الإشارة يبقى ق بتساوي 3 جذر 2 زائد 3 جذر 2 6 جذر 2 نيوتن. خلاص؟ بقينا مقدار المحصلة بقى. استنى ما تقلقش. هو مش عاوز القوة، هو عايز مقدار المحصلة. انت لسه هتبدا السؤال من الاول بقى. انت كده جبت القوة دي بكام؟ ب 6 جذر 2. عاوزين مقدار المحصلة. ح بتساوي ح تربيع ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع زائد 2 ق 1 ق 2 جاتا ايه؟ عوض بقى كده يلا. ها؟ ق 1 اللي هي 6 يبقى 6 تربيع. ق 2 اللي هي 6 جذر 2 الكل تربيع زائد 2 في ق 1 اللي هي 6 ق 2 6 جذر 2 في جاتا ايه؟ جاتا 105 وكام؟ و30. خلاص؟ هختصرها انا على طول. 36. نعم يا باشا. 36.
خلاص ماشي. هتبقى كلها بكام؟ 36 ماشي. يبقى ح تربيع ب 36، اذا ح بكام؟ ب 6 نيوتن. خلاص؟ تمام؟ لو في حاجه علموا عليها بعد الحصه واحده. طيب السؤال اللي بعده، وضع جسم وزنه واو على مستوى يميل على الافقي بزاويه قياسها 30 درجه. ادي الجسم قبل ما اشوف هو عاوز ايه، قبل ما اعرف اصلا انزل مركبه الوزن. الوزن كام؟ قال لك وزنه واو. بروح هنا عامل القوتين دول. ايه دول يا مستر؟ ده انا بحلل صح؟ ده لو طلب تحليل يبقى انت عارف ان انت هتعمل كده. طيب ما طلبش تحليل يبقى انا اروح مطلع من هنا كده مين دوت؟ رد الفعل. في جسم هيلتزم بتأثير قوتين؟ لا، يبقى لازم قوه ثالثه، يا تيجي كده افقيه يا تيجي كده في خط اكبر ميل، يا اما هتيجي كده مايله على خط اكبر ميل. ملهاش، ممكن يقول لك بتميل من تحت على الافق. خلاص بس دي كده هتشد الجسم لتحت. قال لها الافق. طيب قال لك ايه؟ قال لك وحفظ الجسم في حال التوازن بواسطه قوه مقدارها 36 تعمل في خط اكبر ميل اعلى. يبقى دي حفظ التوازن معناه ان هو يتزحلق يقع بقوه مقدارها 36 وتعمل في خط اكبر ميل لايه؟ لاعلى. ده بنسميه خط اكبر ميل لاعلى وده بنسميه خط اكبر ميل لاسفل. طيب فيوجد قيمه ايه؟ فيوجد مقدار الوزن. طب والله احنا حافظين دي كانت 180 ناقص ايه؟ عايز افتكر. هنا دي بكام؟ يبقى هنا كام؟ 90 زائد ايه؟ المنظر ده كده ايه؟ قدامك دايما مهما اتغيرت دي ما بتتغيرش مهما كان وضع الرسميه. 180 ناقص ايه؟ مين هي؟ الاخت دي. مكعب من الشمع. هو سؤال يخطر بس ايه؟ طويل شويتين. مكعب من الشمع طول حرفه 20 سم سيحناه. طب هو طالما مكعب تقدر تجيب حجمه عشان نعرف هو صح قد ايه؟ طيب حجم المكعب بيساوي لام تكعيب، يعني طول الحرف تكعيب. 20 تكعيب ب 8000 صح كده؟ سنتيمتر مكعب. سيحناه الجزء ده كده او المكعب ده سيحناه. فايه اللي حصل؟ حولناه الى مخروط. يعني معنى كده ان الحجم اللي عندك ده راح لمين؟ للمخروط. طيب هل راح كله ولا في حاجه راحت؟ قال لك فقد 12% اثناء عمليه الصهر والايه والتحويل، واحنا بنسيحه في 12% فقد. طب اللي اتبقى كام كده؟ 88% من 100%. 100% ناقص 12% في 88. ده كده متوقع صح كده؟ طيب ال 88% من دوت قد ايه؟ يبقى نقول 88 على 100 في ال 8000 يطلع لك 70 20 تقريبا. طيب يبقى كده الحجم بتاعك ده كده 70 40 مفيش مشكله. يبقى ده كام؟ حجم مين؟ حجم المخروط. اذا حجم المخروط، ابتدي السؤال من الاول بقى. حجم المخروط ب 70 40. طيب قال لك انا معايا ايه كمان؟ قال لك ارتفاع 21، يعني معايا عين ب 21. مطلوب مني ايه؟ فإما طول نص قطر قاعدة المخروط. تعال نطبق قانون الحجم على طول. حجم المخروط طول باي نق تربيع عين. طيب كله موجود ما عدا دي صح كده؟ الحجم بكام؟ 7040. طول باي 22 على 7. نق تربيع ما اعرفهاش. العين ب 21. هنقسم على كل الرقم ده للطرفين. واللي هيطلع هتروح واخد له جذر، يطلع لك نق في الاخر بكام؟ 8 جذر 5. إذا النق بكام؟ 8 جذر 5. بيقول لك أي من مجموعات القوى الآتية لا يمكن أن تتزن. لا يمكن، مش يمكن، لا يمكن. 10 و10 و5 ولا 4 و6 و8 ولا 11 و7 و8 ولا 8 و4 و14. لا يمكن أن تتزن. طيب تعال نتأكد هو إيه الشرط؟ المجموع لا، مجموع أصغر قوتين.
لازم يكون اكبر من القوه الثالثه عشان تتزن. الاثنين الصغيرين، بس دي اسمها متباينه المثلث. متباينه الايه؟ المثلث. طيب 10 و5 15 اكبر من دول، اكبر من 10. طب 4 و6 10 اكبر من 8، كده متزن. طيب 8 و7 15 اكبر من 11. طب هنا 4 و8 12 اصغر من 14، يبقى في الحاله دي لا يمكن ان تتزن. خلاص؟ بنجمع الصغيرين لازم تكون اكبر من 8. طيب اذا كانت المعادله مدينا مصفوفات بتاعت اولى ثانوي س وصاد و25 في س وصاد وسالب 4 تساوي المستطيل ده. حلو؟ ده اللي هو المصفوفه الصفريه، صح؟ بيقول لك اذا كانت ديت معادله دائره فهنا طول قطرها بكام؟ طب تعالى نضرب. بس بضرب وانا جوه المصفوفه، خلي بالك. تمام؟ بضرب صف في عمود. الاول في الاول زائد الثاني في الثاني زائد الثالث في الثالث. خلاص؟ ودي مصفوفه كلها صفار. كلها ايه؟ صفار. على قد اللي هيكون هنا مثلا في عنصر يبقى هنا في صفر واحد. هنا عنصرين يبقى هنا صفرين. هنا 10 عناصر يبقى 10 صفار. بس في الغالب بتبقى عدد مربع، يعني رقم 1 أو 4 أو 9 أو 16 وهكذا. في الغالب يعني تبقى مصفوفة مربعة. طب هنا س في س تربيع زائد ص في ص تربيع زائد 25 في سالب 4 في سالب 100. ده كده على بعضه عنصر واحد ولا ثلاثة؟ عنصر واحد. لأن دي كلها كده مقدار واحد. يبقى هنا هيكون في صفر واحد. طيب بما إن ده بيساوي ده، إذا دي س تربيع زائد ص تربيع ناقص 100 بتساوي كام؟ خرجتها بره المصفوفات بقى. يبقى كده طلع ال 100 بره. س تربيع زائد ص تربيع بتساوي الموجب 100. مش دي كده معادلة دايرة مركزها إيه؟ نقطة الأصل. وده مين؟ ده نقط تربيع. نقط تربيع ب 100 يبقى النقط بكام؟ نقط ب 10. عاوز القطر 20 سم، 2 نقط. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك قوتان متلاقيتان في نقطة مقدارهم 5 ق و3 ق. فإن مقدار المحصلة لا يمكن أن يساوي كام؟ بيديك 2 ق و3 جذر 2 ق و8 ق و5 جذر 3 ق. عشان تعرف حدد أصلا المحصلة من كام لكام. طيب المحصلة تنتمي للفترة المغلقة. هنا القيمة الصغرى وهنا القيمة العظمى، اللي هنا الفرق وهنا المجموع يعني. اطرح دول يبقى 2 ق. اجمعهم 8 ق. يقول لك لا يمكن أن تساوي كام؟ يبقى عاوزين رقم ما يكونش ما بين الاثنين والثمانية. يا يكون أصغر من الاثنين يا أكبر من 8. خلاص؟ هات لي 3 جذر 2 على الآلة بكام؟ 4 وكام؟ 4 و2 من 10. 5 جذر 3 8 و7 من 10. يعني دي عدت ال8 يبقى خلاص دي بره الفترة. إذا 5 جذر 3 ق لا يمكن أن تكون المحصلة. إذا كانت القوتان 6 و8 نيوتن متعامدتان. طب زي الفل أهو. قوتان متعامدتان 6 و8 نيوتن. فإن جيب زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى. انتوا لو حافظينها على طول هتجيبوها. طيب لو انت حبيت تجيب زاوية ميل المحصلة على القوة الأولى، ظاهر واحد بالقانون بتاعك اللي هو ايه؟ ق 2 جاي على ق 1 زائد ق 2 جت ايه؟ انت هتقول لي انت بتعمل ده كله ليه؟ ما انا حافظها ده على ده، الثاني على الاولاني. بفكرك بالقانون. طيب القاف 1 معروفه اهي زي ما هي، مفيش حاجه مضروبه فيها. مش الزاويه 90 جت 90 بكام؟ بواحد. واحد في قاف 2 بقاف 2. جت 90 بكام؟ صفر. صفر في قاف 2 بصفر. يبقى قاف 2 على قاف 1. يبقى لما يقول لك قوتان متعامدتان، خلاص؟ قوتان متعامدتان، فإن ظل زاوية الميل على القوة الأولى، المحصلة أكيد جوه هنا صح؟ عاوز زاوية الميل على القوة الأولى بكام؟ الثانية على الأولى. طب على الثانية يبقى الأولى على الثانية، بالعكس. طب ده كده ظا يا مستر، دي الظا كده
اللي هي قاف 2 على قاف 1 اللي هي 8 على 6. صح؟ هروح عشان خاطر اجيب جيب الزاويه، هروح راسم مثلث قائم اللي انت جايبه ده ظا ما تنساش. طيب الزاويه هنا الظا مقابل على مجاور، يبقى الوتر بكام؟ 6 8 10. انا عاوز الجاء مقابل على وتر يعني 8 على 10 اللي هي 4 على 5. خلاص؟ مركز الدايره س تربيع زائد ص تربيع ناقص 6 س ناقص زائد 8 ص بتساوي 0. هو النقطة بناخد ده بعكس الإشارة ونقسمه على الاثنين. عكس الإشارة يبقى 6 على الاثنين 3. ناخد ده بعكس الإشارة ونقسمه على الاثنين يبقى سالب كام؟ سالب 4. يبقى 3 وسالب 4. بس نتأكد من حاجة إن هنا 1 وهنا 1 عشان ممكن نفس السؤال ده نكرره لك كمان شوية. 2 س تربيع زائد 2 ص تربيع. أول حاجة لازم تخلي نقط وحيد، يبقى نقسم على الاثنين على الاثنين على الاثنين على الاثنين. بعد كده ابدأ. أنت عاوز المركز، بنغير الإشارة ونقسم على الاثنين يبقى 3 على الاثنين. أغير الإشارة وأقسم على الاثنين يبقى سالب 2. خلاص؟ ما تنسوش الحتة دي. بيقول لك إذا هنشوف 17 الأول ولا 15 الأول. 3 قوى متساوية في المقدار ومتلاقية في نقطة ومتزنة، فإن قياس الزاوية بين أي قوتين الثلاثة قد بعض. زي مروحة كده بالظبط. هنا قاف قاف قاف، محدش بيشد أكتر من التاني، يبقى خلاص طالما اللي فوق متساويين يبقى اللي تحت متساويين، يبقى تلاقي 360 على 3 120 120 120. خلاص؟ بص يا باشا. يقول لك إذا تضاعف طول ضلع قاعدة هرم رباعي منتظم. ده سؤال 17 أنا سايب 16. إذا تضاعف طول ضلع هرم رباعي منتظم فإن حجمه؟ تعال نشوف الحجم العادي أهو طول مساحة القاعدة اللي هي طول الضلع في نفسه في الارتفاع. تضاعف طول الضلع يعني بدل ما كان س 2 س. تعال نجيب الحجم الجديد. تلت مساحة القاعدة اللي هي طول الضلع في نفسه في الارتفاع بقى تلت. دي تربيع ودي تربيع بقت 4 س تربيع عين. هتلاقي نفس القانون اللي فوق بس مضروب في كام؟ يبقى خلاص يبقى ايه اللي هيحصل؟ كاتبها لك يتضاعف 4 مرات. خلاص؟ طيب سؤال 18. أزيحت كرة بندول وزنها 600 داين حتى صار الخيط يصنع زاوية قياسها 30 درجة مع الرأس. حلو. انت عندك اهوت الرأسي، أزيحت كرة البندول ووصلها الخيط حتى يصنع الخيط زاوية 30 درجة. الوزن بتاع الكرة 600 داين. تحت تأثير قوة على الكرة في اتجاه عمودي على الخيط كده؟ لا كده على كده صح؟ عمودي على الخيط يعني هنا في زاويه كام؟ 90 درجه والقوه دي ما نعرفهاش قاف. فإن مقدار القوه قاف كام؟ 90. هنعملها لامي طبعا. حرف ايه دوت؟ يو. حرف اليو 180 ناقص 30 150. طب وهنا 90 120 150 يبقى كده اذا 600 على جا 90 بتساوي قاف على جا كام؟ على جا 150 هيطلع لك 300. إذا قاف بتساوي 300 درجة. خلاص؟ طب لو جالك سؤال كمان شوية بيقول لك إذا اتزن الجسم بتأثير 3 قوى فإن مقدار كل قوة يتناسب مع إيه؟ مع جيب الزاوية. جيب الزاوية المقابلة ليها أو بنسميها الزاوية المحصورة بين القوتين الأخرتين. يعني هنا قوة الوزن، هنا قوة الشد، هنا قوة الجذب دي. تمام؟ أو الشد الديني برضه. يبقى هنا القوة دي تتناسب مع جيب الزاوية اللي ما بين القوتين التانيين. خلاص؟ مع جيب مش جيب تمام ولا ظابط. بيقول لك النسبة بين حجم هرم ثلاثي منتظم وحجم أكبر مخروط يمكن وضعه بداخل الهرم. ثلاثي إيه؟ منتظم. طيب هترسموها ازاي دي ولا تعملوها ازاي؟ هنكتب القوانين. هنكتب القوانين بس. يمكن حاجة تطير مع حاجة.
مسألة تقريبا. حلتها في محافظة من المحافظات. يا ست يا حلتها. بس كان قال لي نسبة برضه. انا فاكره ان في واحد كان بتاع لام وعين هو ده. السؤال ده واضح تاني مش واضح. ايوه ما التاني كان حجم هرم ثلاثي. غلط. لازم حد هرم ثلاثي يقول منتظم هرم ولا لا كان رباعي برضه بس كان قال يمكن يحتويه فما قالش ليه اللي بيحتويه. لا انا بتكلم على اخر سؤال. اه ده هرم ثلاثي ولا ده رباعي؟ ده ثلاثي مكتوب بالنسبه طيب ناخد الرباعي وناخد الثلاثي. مفيش مشكله. مركز بين النطق بين الارتفاع الجانبي اللي هو الاسم. صح كده؟ طيب حجم الهرم هنا ايه وحجم المخروط هنا ايه؟ وهات لي النسبه بينهم. حجم الهرم بيساوي ايه؟ دول مساحه القاعده. بص يا معلم مش دي بتمس الاضلاع يبقى هتلاقي القطر بتاعها قد الضلع. يبقى الضلع بتاعنا قد القطر اللي هو 2 نق. صح كده؟ يبقى تلت في مساحه القاعده طول الضلع في نفسه في الارتفاع. يبقى زي اللي كاتبينه هناك 4/3 نق تربيع عين. خلاص؟ طيب حجم المخروط تلت باي نق تربيع عين. طيب هو عاوز النسبه بين حجم الهرم وحجم المخروط. يبقى نعمل ايه؟ اقسم ده على ده. يبقى هتروح لي كده حجم الهرم الى المخروط هيبقى 4/3 باي 4/3 نق تربيع عين الى تلت باي نق تربيع عين. هتلاقي العين دي راحت مع العين دي ليه؟ لانه نفس ارتفاع الهرم هو ارتفاع المخروط. طيب هنلاقي الثلاثه اللي تحت راحت مع الثلاثه والنق تربيع راح مع النق تربيع هيبقى لك 4 الى باي. خلاص؟ ده كده النسبه بين حجم الهرم الى حجم المخروط. حجم الهرم ايه؟ الرباعي. حجم الهرم الرباعي. طب لو كان هرم ثلاثي منتظم. ها؟ يعني ايه منتظم؟ يعني الاول بتاعته كلها متساويه. قاعدته مثلث مساوي اضلاع. فانا هنا بدور على حاجه تخليني اعرف اجيب نق دي. صح؟ طيب اجيبها ازاي؟ فقال لك والله كده كده المركز بتاع الدايره دي هو نقطه تلاقي بايه؟ الارتفاعات والمنصفات وكل حاجه. فهنا زاويه قايمه. المثلث ده متساوي اضلاع صح؟ يعني هنا زاويه دي ب 60 ودي ب 30 وده اسمه لام او 2 لام. نسميه 2 لام. طيب المقابل لل 30 بيبقى نص الوتر يعني هنا لام. المقابل لل 60 كله كام؟ نص الوتر في جذر 3. نص الوتر في جذر 3. نص الوتر دوت يعني كام؟ لام في جذر 3. يبقى ده كله كده بلام جذر 3. طيب مش دي نقطة تلاقي المتوسطات؟ طيب بتقسم المتوسط بنسبة كام إلى كام؟ 2 إلى 1. صح كده؟ نسيت أعمل كده. 2 فوق 1 تحت. طيب هقسم المتوسط ده كله اللي أنا جبته على 3. يبقى اروح قايل له كده الحتة اللي تحت دي بكام؟ مش دي نق؟ ادي نق يا مستر بيساوي ايه؟ لام جذر 3 على 3. ده كده مين؟ نص القطر. بدلالة مين؟ طول الضلع. خلاص؟ طيب تعالى بقى نجيب حجم الهرم حجم المخروط. حجم المخروط طبعا انت هتخلي الارتفاع بتاع الهرم هو ارتفاع المخروط عشان تبقى حاسسها كده اهو. ده موجود جوه خلاص وبيمس اضلاع القاعده. تمام؟ طيب الارتفاع بتاع المخروط هو ارتفاع الهرم. حجم الهرم تلت مساحه القاعده طول الضلع كام؟ طيب مش ده مثلث مساوي اضلاع؟ ها؟ جذر 3 على 4 في طول الضلع تربيع اللي هو 2 لام تربيع. خلي نفسك طويل. خلي نفسك طويل ده سؤال في شغل. طيب هيبقى جذر 3 على 4 في 4 لام تربيع اللي هو جذر 3 لام تربيع. صح كده؟ ده كده مين؟ مساحة القاعدة. طيب أنت عاوز حجم الهرم تلت مساحة القاعدة اللي هي جذر 3 لام تربيع في الارتفاع اللي هو عين. حجم المخروط تلت باي
نق تربيع عين، صح؟ مين نق تربيع؟ ده تربيع. يبقى جذر 3 على 3 لام الكل تربيع. طيب طلع الناتج هنا هيبقى تلت باي دي ب3 ودي 9 لام تربيع عين، صح كده؟ هات لي بقى المقارنه بين حجم الهرم الى حجم المخروط. حجم الهرم اللي هو جذر 3 على 3 لام تربيع عين الى هنا تسع باي لام تربيع عين، اللام تربيع عين راحت، صح كده؟ يتبقى لك جذر 3 على 3 الى تسع باي. طيب عاوز اخلص من اللي هنا، اضرب الطرفين في 9 عشان اكبر حاجه، فلما اضرب هنا في 9 الكلام ده كله شغل يدوي، خلاص؟ على 3 1 على 3 3 يبقى 3 جذر 3 الى باي، خلاص؟ ده كده النسبه بين حجم الهرم وحجم المخروط، والعكس لو هو حب ايه؟ جاب لك المخروط الاول الى الهرم يبقى تكتب باي الى 3 جذر 3. طيب ثانيه واحده، لو استنصح وعمل لها اختصار، مش دي كده ممكن اكتبها كسر 3 على 3 باي على 3 جذر 3؟ ممكن اضرب في جذر 3 بس في المقام، فهتبقى جذر 3 باي على 9، فتبقى النسبة جذر 3 باي إلى 9 هي. خلاص؟ طيب قوتان مقدارهما 4 و6 نيوتن ومقدار المحصلة 10 نيوتن. حس بالأرقام بالأخص اللي هي مجموع وفرق. مش عمودي، مش عمودي. أيوه. هنا دول مجموعهم اللي هي القيمة العظمى مجموع يعني 10، وهنا القيمة الصغرى فرق يعني 2. القيمة العظمى بتحصل لو الزاوية بكام؟ بصفر. والقيمة الصغرى بتحصل لو الزاوية بكام؟ ب 180. طب أنا لقيت إن المحصلة 10 القيمة إيه؟ عظمى، خلاص يبقى الزاوية بين القوتين كام؟ صفر. يعني القوتان في نفس الاتجاه ماشيين مع بعض، الزاوية بينهم صفر. بيقول لك مخروط دائري قائم ارتفاعه 12 وراسمه 15، فإن حجمه كام؟ وحجم المخروط بيساوي ايه؟ تلت باي نق تربيع عين. فين النق؟ تعال نرسم. يبقى انت كده ادي المخروط، الارتفاع بتاعك ب 12 والراسم ب 15، يبقى النق بكام؟ 9. في ثوابت هيطلع لك 9 سم. طب عاوزين الحجم تلت باي نق تربيع 9 تربيع في الارتفاع اللي هو 12. شوف هيطلع لك كام؟ 324 باي. أقل عدد من المستويات تحدد مجسم هو 4 اللي هو إيه؟ الهرم الثلاثي. بالظبط كده. الهرم الثلاثي عنده 3 أوجه وقاعدة، يبقى كده 4 مستويات. طيب يقول لك هرم رباعي منتظم طول ضلع قاعدته 18 وارتفاعه الجانبي 15، فإن حجمه بكام؟ هو حجم الهرم إيه؟ هو الهرم عنده نقطة؟ قلت مساحة القاعدة اللي هي الضلع في نفسه في الارتفاع. طيب الارتفاع ده الارتفاع العادي ولا الجانبي؟ الارتفاع العادي. طيب هنروح راسمين بالمنظر ده كده القطرين اللي بينزل في نقطة الترابي الارتفاع بتاعنا، ننزل هنا على المنتصف ونوصل دي، ادي الهرم بتاعك. الارتفاع الجانبي بكام؟ ب 15. يبقى معايا الوتر بتاع المثلث. وقال لك ان ضلع القاعده ب 18، يبقى الجزء ده بكام؟ 9. طب 9 15 يبقى هنا كام؟ زي اللي هناك 12 سم. كده انا جبت الارتفاع ومعايا طول ضلع القاعده، نعوض في الحجم. يبقى الحجم بيساوي تلت مساحه القاعده طول الضلع في نفسه 18 تربيع في الارتفاع اللي هو ب 12. 1296 سنتيمتر مكعب. قوتان مقدارهم 6 و12 نيوتن تؤثران في نقطة والزاوية بينهم 120، فإن الزاوية التي تصنعها المحصلة مع القوة الأولى تساوي كام؟ يعني الراجل عاوز ظاهر واحد. الزاوية التي تصنعها المحصلة مع القوة الأولى ظاهر واحد اللي هي بتساوي كام؟ ق 2
جاي على قاف واحد زائد قاف 2 جت ايه. طيب عوض يا باشا، قاف 2 بكام؟ 12 جاي الزاويه بكام؟ 120 يبقى جاي 120 على قاف واحد اللي هي 6 زائد قاف 2 12 في جتا 120. هتطلع ده كله طلع بصفر بعدد على الصفر، او لما هتطلعها على الاقل هتطلع لك ماس ايرور. اعرف في الحاله دي ان الهي بتساوي 90 درجه او 270 ودي ما بناخدهاش. خلاص احنا اخرنا 180 فيبقى الزاويه كام؟ 90 درجه. طيب بيقول لك شكل سداسي منتظم مركزه الهندسي نقطه الاصل. مركزه الهندسي يعني ايه يا شباب؟ نقطة الضغط الأكتر. نقطة الضغط إيه؟ الأكتر. طيب فإن معادلة الدائرة التي تمر برؤوسه. طيب ماشي. الدائرة التي تمر برؤوسه غير الدائرة التي تمس أضلاعه. في فرق. لو عندك سداسي بالمنظر ده والدائرة التي تمر برؤوسه يعني بتعدي من بره كده. تبص نص قطرها بيبقى قد إيه؟ كل دي. طيب وادي المركز الهندسي يبقى القطر بتاع السداسي هو قطر الايه؟ الدايره. طب لو الدايره تمس اضلاعه سداسي اهو هي جوه الدايره من جوه، فبتلاقي ان القطر بتاعها من هنا لهنا مش من هنا لهنا. الفرق كبير خلي بالك. خلاص؟ طيب الدايره دي تمس رؤوسه تمس رؤوسه. طب زي الفل يبقى انت عندك السداسي اهو تمر برؤوسه. ادي المركز الهندسي للسداسي. فالراجل بيقول لك ان مركزه نقطه الاصل. ماشي زي الفل اهو. ومساحته 3 جذر 3. يبقى معادله الدايره دي بكام؟ هو ايه مساحه السداسي؟ الله ينور عليك. مساحة السداسي اللي مش فاكرها يكتبها. مساحة السداسي 3 جذر 3 على 2 لام تربيع أو س تربيع. قال لك إن المساحة 3 جذر 3 بتساوي 3 جذر 3 على 2 لام تربيع. طب ما ده كده مستر مع ده صح؟ يبقى لك هنا كام؟ 1 بتساوي نص عشان ده راح نص لام تربيع. اضرب الاثنين هناك يبقى كده لام تربيع تساوي 1 في 2 ب 2. خد الجذر يبقى لام بتساوي جذر 2. ده كده مين؟ طول الضلع صح كده؟ يبقى طول الضلع بتاع الثلاثي بجذر 2. طيب هو الراجل عاوز ايه؟ معادله الدايره يبقى عاوز نص القطر بتاع الدايره. ماشي. فكره ان مركزها نقطه الاصل دي عشان يبقى المركز بتاع الدايره 0 و0 فتبقى س تربيع زائد ص تربيع بس بتساوي نق تربيع. فين النق بقى؟ مش طول الضلع الجذر 2 يبقى طول القطر ده كله كده في كام؟ 2 لام يعني ضعف ده 2 جذر 2. طب يبقى نص قطر الدايره بكام؟ بجذر 2 بس يعني هو طول الضلع. خلاص؟ يبقى كده نق تربيع جذر 2 تربيع ب 2 يبقى معادله الدايره س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 2. خلاص؟ قوتان 6 و2.5 نيوتن ومحصلتهم 6.5 فإن الزاوية بين القوتين تكون نوعها ايه؟ حادة ولا منفرجة ولا قائمة ولا مستقيمة؟ بص يا باشا قوتان 6 و2.5 المحصلة بتساوي 6.5. هنجيب المجموع والفرق ونشوف مثلا هي ما بينهم او اكبر منهم كم عظمى ولا كم صغرى مثلا. يبقى هنا اختلف العلماء. في فريق قال لك ايه؟ قال لك ان انا هروح اجيب القيمه العظمى والقيمه الصغرى. القيمه العظمى بتاعتهم 8.5 ودي بتحصل لما بتبقى الزاويه 0 والقيمه الصغرى بتاعتهم الفرق بتاعهم 3.5 ودي بتحصل لو الزاويه 180. طيب دي زاويه صفريه ودي زاويه مستقيمه. طيب اللي جوه بقى طبعا ممكن تبقى حادة أو قائمة أو منفردة. اشمعنى؟
ايه؟ عملنا بالقانون. طب ما تعملها بالقانون يبقى ما بلاش كده. خلاص؟ يبقى تروح تقول لي ح تربيع بتساوي ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع زائد 2 ق 1 ق 2 جتا ايه؟ تعرف تجيب لي جتا ايه في حته لوحدها؟ زي قانون جيب التمام. زي قانون جيب التمام لو فاكر في المثلثات. دخل دول بعكس الاشاره ح تربيع ناقص ق 1 تربيع ناقص ق 2 تربيع على 2 ق 1 ق 2. احنا ليه ما نحسبهاش على كده؟ اعمل اللي انت عاوزه. عوض بقى. يبقى اذا جتا ايه بتساوي عوض يا باشا. ح تربيع اللي هي 6.5 تربيع ناقص ق 1 تربيع اللي هي 6 تربيع ناقص الق 2 تربيع اللي هي 2.5 تربيع على 2 في ق 1 في ق 2 اللي هي 6 في 2.5. شوف هتطلع لك كده. صفر. جتا مين بصفر؟ سبحانك يا رب. إذا الزاوية بتساوي 90. خلاص؟ طيب بيقول لك وضع جسم وزنه 100 نيوتن على مستوى مايل أملس يميل على الأفقي بزاوية قياس 30. ماشي. عندنا المايل وهنا الأفقي بنميل بزاوية 30 وآدي الجسم اللي وزنه 100. وحفظ في حالة توازن بواسطة قوة أفقية مقدارها ق. ادي عنده القوة الأفقية ق، يبقى هنا لازم نطلع مين؟ رد الفعل عشان يتزن الجسم بتأثير 3 قوى. طب هنا الزاوية دي بكام؟ 180 ناقص ايه؟ يبقى 180 ناقص 30 وهنا 90 يبقى دي 120 عشان دي أفقية ده رأسي. يبقى هنا كام؟ 120. طبعا احنا حافظين ده 90 120 150. 3 زوايا دول لو لقيت 2 تجيب الثالثة. طيب. وكان رد فعل المستوى على الجسم ر نيوتن. تمام ماشي. فإن ق زائد ر بكام؟ يعني بيقول لك هات ق هات ر ومعها. طيب. هنروح مطبقين لامي على طول. هيبقى ق على جا كام؟ على جا 150 بتساوي ر على كام؟ على جا 90 بتساوي 100 على جا 120. إذا ر بتساوي 100 جا 90 اللي هي بواحد 100 جا 90 على جا 120 والقاف 100 جا 150 على جا 120. ليه؟ خليها بالجذر. مفيش جذر هي طلعت معانا من غير جذر. طب هنا 100 على جذر 3 على 2 اللي هي 200 على جذر 200 جذر 3 على 3. طيب اجمع لي دول لان هو عاوزهم. يبقى هجمع المقدارين اروح قايل له ق زائد ر بتساوي 100 جذر 3 على 3 زائد 200 جذر 3 على 3. يبقى المقام متوحد 100 زائد 200 300 جذر 3. طب 300 على 3 فيها 100 جذر 3. سؤال 28 بيقول لك محيط الدايره التي معادلتها س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 8. عاوزين المحيط. هو فين نص القطر؟ ده كده نق تربيع. يبقى اذا نق جذر 8 2 جذر 2. محيط الدايره 2 باي نق. يبقى 2 في باي زي ما هي نق اللي هو 2 جذر 2. يبقى 4 جذر 2 باي. خلاص؟ فيها مشكلة؟ طب يقول لك ينطبق المستويان إذا اشتركا في نقطة واحدة ولا نقطتين ولا 3 نقط على استقامة ولا 3 نقط ليست على استقامة؟ ليست على استقامة. طيب قوة مقدارها 4 جذر 2 نيوتن. ده سؤال 30. قوة مقدارها 4 جذر 2 نيوتن تعمل في اتجاه الشرق. تم تحليلها لمركبتين متعامدتين. ادي الاتجاهات. القوة بتاعتنا تعمل في اتجاه الشرق مقدارها 4 جذر 2. تم تحليلها الى مركبتين متعامدتين، يعني اكيد كده وكده. حصيلتك الشمالي بصفر. فالراجل بيقول لك فإن مركبتها في اتجاه الشمال الشرقي.
الشمال الشرقي اللي هنا 45 درجة صح؟ الاتجاهات الفرعية 45 فعاوزين مركبة هنا 4 هتعمل ايه؟ جتا مركبات. حلو قوي هما مركبتين متعامدتين يبقى جتا وجا طيب يبقى هنا 4 جذر 2 جتا الزاوية 45 وهنا 4 جذر 2 جا 45 الاتجاه ده اتجاه ايه؟ الجنوب الشرقي الجنوب الايه؟ الشرقي وهنا الشمال الشرقي يبقى الكلام ده كده هيساوي 4 نيوتن. طيب بيقول لك حللت القوة التي مقدارها 12 نيوتن. عندك هنا ق واحد المركبة الأولى وهنا ق 2 المركبة الثانية. وحللت القوة التي مقدارها 12 نيوتن في الاتجاهين أحدهما يصنع 30 درجة والآخر يصنع 90 درجة. فإن ق 2 بتساوي كام؟ احنا هنقول ق 2 على جهة الزاوية البعيدة على جهة 30 تساوي ق 1 على جهة الزاوية البعيدة يبقى ق 1 على جهة 90 بتساوي المحصلة على جهة مجموع الزاويتين جهة 120 يبقى تروح قايل لي ق 2 بتساوي ده في ده على ده 12 جهة 30 على جهة 120 4 جذر 3. طيب يقول لك هرم رباعي منتظم ارتفاعه 9 وحجمه 300. عندك الارتفاع عين بتساوي 9 والحجم بيساوي 300 فإن طول ضلع قاعدته بكام؟ تعالى نعوض في القانون مباشرة. الحجم بيساوي طول مساحة القاعدة طول الضلع في نفسه في الارتفاع. الحجم بكام؟ 300 بيتساوي طول الضلع في نفسه في الارتفاع اللي هو 9 على 3 فيها 3 ونقسم على 3 يبقى س تربيع بتساوي 100. خد الجذر اذا طول الضلع بكام؟ 10. تمام؟ إذا كانت ق 1 وق 2 قوتين ق 1 وق 2 قوتين فإن قياس الزاوية عملناه في أول الحصة فإن قياس الزاوية بين القوتين ق 1 ومحصلة دول ق 1 زائد ق 2 وق 1 ناقص ق 2. الله ينور عليك صفر. احنا طبعا هنجيب المحصله بتاع دول مش دول متجهات بنجمع المتجهين ده متجه وده متجه اجمعهم هيطلع لك ق 2 راحت مع سالب ق 2 يبقى المحصله 2 ق 1 متجه بيساوي سالب في متجه يبقى كده ايه متوازيين يبقى الزاويه بينهم صفر. بس بالمناسبه هزود حاجه لو ح طلعت بتساوي سالب 2 ق 1 يبقى الزاويه 180. خلي بالك من دي قوي دول متوازيين وفي نفس الاتجاه عشان سالب موجب ده متوازيين بس في عكس الاتجاه عشان ده ضربه في سالب فغير اتجاه الناحيه الثانيه فيبقى الزاويه بينهم كام؟ 180 درجه. بيقول لك المفروض دائري قائم طول نصف قطر قاعدته 5 سم يعني انا معايا نق تساوي 5 سم مساحته الكليه عباره عن 90 باي فإن حجمه بيساوي كام؟ تعال نعوض ونشوف الناقص ايه. هو المفروض الحجم بيساوي ايه؟ طول باي نق تربيع عين. فين النق؟ موجود. فين الارتفاع؟ تعالى بقى نستغل المساحة الكلية. ايه القانون بتاع المساحة الكلية؟ المساحة الجانبية زائد انت قايلها من شوية باي نق في لام زائد نق. طيب المساحة الكلية 90 باي بتساوي باي في نق اللي هي بكام؟ 5 لان زائد 5 على الباي من بره كده وعلى الخمسة كمان من بره هيطلع لك 90 على 5 18 بتساوي لان زائد 5 بعكس الإشارة 18 ناقص 5 13 إذا الراسم بكام؟ 13. طب فين الارتفاع؟ تعالى نرسم كده مخروط الراسم ب 13 نص القطر ب5 يبقى الارتفاع يبقى جذر 13 تربيع ناقص 5 تربيع 12 سم. جبنا الارتفاع. إذا حجم المخروط طول باي نق تربيع 5 تربيع في الارتفاع اللي هو 12 100 باي سنتيمتر مكعب. خلاص؟ ولا تاني؟ المعادلة
ومديك محدد. في فرق ما بين المحدد والمصفوفه اللي قلناها من شويه. في فرق ما بين المحدد والمصفوفه. في المصفوفه بنضرب ونجمع، كل حاجه اضربها واجمع. انما هنا ده في ده بنسميه القطر الرئيسي. اضربهم في بعض ناقص القطر الثانوي اضربهم في بعض. يبقى س في س بس تربيع ناقص سالب ص في ص بسالب ص تربيع 36. بقت س تربيع زائد ص تربيع 36. فالراجل بيسألك عن طول نص قطر الدايره دي. كده هتجيب لي ده كده نق تربيع. اذا النق بيساوي جذر 36 6. قوتان 8 وقاف ثقل جرام. قوتان 8 وقاف ثقل جرام. وقياس الزاويه بينهما يعني ايه؟ تنتمي للفتره المفتوحه من صفر لباي. فإن المحصلة وكانت المحصلة تنصف الزاوية. يعني المحصلة تنصف الزاوية. علم على الجملة دي. المحصلة تنصف الزاوية دي معناها أن القوتان متساويتان. يعني موضوع الزاوية مش هيفيدني في حاجة دلوقتي. طالما القوتان متساويتان إذا ق بكام؟ بتساوي 8 ثقل جرام. طيب يقول لك قوتان متلاقيتان في نقطة مقدارهما 5 ق و2 ق محصلتهما عبارة عن 7 ق. طب مش دي كده القيمة العظمى اللي هي مجموعهم؟ يبقى الزاوية بينهم كام؟ بتحصل لما تبقى الزاوية بتساوي 0. طيب إذا كانت ق كمتجه تتزن مع قوتين متعامدتين مقدارهما 8 و15. هنا قوتين 8 و15. ق بتتزن مع محصلة دول. تمام؟ فإن ق بتساوي كام؟ طيب ما نجيب المحصلة بتاعت دولت أو من غير ما يذكر لك كلمة إنها تتزن مع المحصلة. لو قال لك إن دي تتزن معاهم معناه إنها تتزن مع المحصلة بتاعتهم. طيب محصلة ال 8 وال 15 مش دول متعامدتين؟ بتقول لي ح تربيع ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع. هات لي عامل المحصلة يلا. يبقى 8 تربيع زائد 15 تربيع وناخد الجذر. دي 289. يبقى ح جذر 289 17. يبقى دي المحصلة 17. إذا القوة اللي أنت عاوزها تتزن معاها 17. خلاص؟ طيب. السؤال اللي جاي جميل مهم بتاع الزوايا القطبية. بتاع الصورة الايه؟ قطبية. بيقول لك إذا كانت ق 1 عبارة عن 5 س و3 ص. ممكن نكتبها 5 و3. 5 وايه؟ و3 اختصاري. وق 2 عبارة عن أ س و6 ص يعني أ و6. وق 3 عبارة عن سالب 14 س يعني سالب 14 وب ص يبقى ب. 3 قوى مستوية ومتلاقية في نقطة والمحصلة بتاعتهم عبارة عن المتجه 10 جذر 2 و3 باي على 4. فإن أ زائد ب بكام؟ السؤال دوت بيجي لنا بصيغتين. يجي لنا بايه؟ بصيغتين. الصيغة الأولى إنه يديك المحصلة يديها لك كمتجه، تمام؟ الصيغة الثانية يكتب لك كلمة متزنة. يبقى أنا عرفت إن المحصلة بكام؟ صفر وصفر. أجمع السينات وأساويهم صفر، أجمع الصادات وأساويهم صفر. طب هنا لا ده المحصلة متجه وكمان ديت زاوية. أول ما أشوف الباي كده في الزوج مرتب يعرف إنها زاوية. 3 باي على 4 بكام؟ هي 35 زي الفل. يبقى إزاي حلل المركبة دي؟ يبقى تروح تقول لي كده المحصلة عبارة عن س وص. كمتجه عبارة عن س وص. السين بكام وصاد بكام؟ السين بتساوي المعيار ده المعيار اكتب عليه المعيار في جتا يبقى 10 جذر 2 في جتا 135 وهنا 10 جذر 2 في جا 135. دايما السين بتحب الجتا ودايما الصاد بتحب الجا. عندنا في الرياضه كلها كده فبنشتغل بيهم كده على طول. سالب 10 وهنا 10. اذا المحصله بقت عباره عن سالب 10 و10. يبقى مجموع السينات هنا يساوي سالب 10. يبقى اروح قايل له ألف زائد سالب 14 زائد 5. الكلام ده بيساوي سالب 10. والناحية الثانية ب زائد 6 زائد 3
بتساوي صاد هنا اللي هي كام؟ 10. 6 و3 9 بعكس الاشاره يبقى 10 ناقص 9 فيها الواحد، وهنا أ ناقص 9 بتساوي سالب 10. طلع بعكس الاشاره موجب 9 يبقى سالب 10 زائد 9 سالب 1. يبقى أ زائد ب سالب 1 زائد 1 بتساوي 0. المساحة الكلية لهرم ثلاثي منتظم الوجوه. احنا حافظينه. المساحة الكلية لهرم ثلاثي منتظم الوجوه. طب لو واحد مش حافظها هيعرف يستنتجها؟ الذي طول حرفه لام تساوي كام؟ مش حافظها. طب هو مش الهرم ده عنده 4 أوجه؟ وبما انه منتظم الوجوه يبقى الاربع اوجه زي بعض بالظبط. طب خلاص المساحه الكليه هتبقى 4 في مساحه الوجه الواحد. مش الهرم الثلاثي المنتظم وشه عباره عن مثلث متساوي الاضلاع؟ يبقى مساحه المثلث متساوي الاضلاع جذر 3 على 4 س تربيع. إذا الأربعة راحت بقى جذر 3 لام تربيع. خلاص؟